وانا واقف شغال تحت الشمس فجأة حسيت بدوخة والدنيا بتلف بيا وفجأة وقعت. ايه اللي حصل؟ طب عارف إن ضربة الشمس ممكن تقتل، وفي الحالات الشديدة واحد من كل 10 ممكن يموت. أنا الدكتور محمود ربيع وبقدم محتوى طبي مبسط، فما تنساش تتابعني. خليني أفهمك بسرعة إيه اللي بيحصل جوه جسمك من ضربة الشمس. جسمك فيه ترمومتر ذكي موجود جوه المخ، لما درجة الحرارة تبدأ تعلى يبدأ هو يحاول يبرد الجسم بأسرع طريقة ممكنة، وده عن طريق ان هو بيزود ضربات قلبك فيبعت دم اكتر للجلد، فيبدا جسمك يعرق، ويبدا العرق ده يبرد من حراره الجسم. طب هتقول لي هو فين المشكله؟ المشكله انك كل ما تعرق اكتر كل ما هتفقد ميه وملح اكتر، ولما تفقد ميه وملح كميه الدم اللي موجوده في جسمك تقل، وبالتالي كميه الدم اللي رايحه للمخ تقل، فتبدا تشعر بدوخه وزغلله وتعب، ولو الموضوع استمر اكتر واكتر ممكن يحصل حالات اغماء. ومش بس كده، لو فضلت الحراره تعلى اكتر واكتر المركز الذكي اللي موجود جوه مخنا يبوظ، وجسمك يفشل ينظم درجه حراره الجسم، والوضع يسوء اكتر واكتر، وللاسف دي حاله خطيره جدا وممكن تسبب وفاه لا قدر الله. طب ده لو حصل قدامك ازاي هتتصرف وازاي تنقذ حياه الشخص ده؟ ده اللي اقوله لك في الفيديو الجاي ان شاء الله.